من نقول ما يستقيلون، لا هو الكرسي مو ملك احد اخ علي. الكرسي اليوم وخاصه كرسي الاتحاد يحتاج الى خبره طويله. انا اتفق وياك، لكن لازم تحسب حساب فرضا زين لو ما تمت الاستقاله، اكيد محسبين حساب هذا الموضوع واكيد عادين خطوات قادمه. شوف احنا اصلا مو حاسبين حساب، اصلا مستبعدين انه هؤلاء الشخوص يتخلون على الكرسي، لأن الكرسي هذا بالأحلام للبعض، ما أريد أعمم، للبعض أخ علي، للبعض بالأحلام ما يحلم إنه يكون عضو بالاتحاد العراقي لكرة. هي هاي المحاصصة بعد 2003 احنا قلت لك أنا ما أريد أسي، لكن الظرف اللي خلى كثير من المرافق الرياضية الاجتماعية في كافة الوزارات. خلينا نحسب بالرياضة. طيب بالرياضة أنت اليوم مو قلت لك انا ما اريد اسي، لكن الشخوص هذا واقع. شوف سواء في وزاره الشباب، سواء في اللجنه الاولمبيه، سواء في الاتحاد العراقي لكره القدم اللي هو يخصنا. طيب اليوم كثير من الشخوص جابتها المحاصصه والصندوق الانتخابي المفتعل، صديقي علي سالم، صديقي محمد خلف. اليوم انت لازم شوف اكو شيء انه الانسان قد ما يجي بالكرسي ما يفكر يطور، يفكر شلون يبقى ل4 سنوات اخرى، وهاي حقيقه.